الفيديو ده مهم جدا لو انت عايز تستثمر بجد جوه الامارات. اعمل سيف للفيديو وكمل الفيديو للاخر ويلا بينا. الناس بقت بتفكر دلوقتي تحط استثمارها في الامارات او في دبي عن بقى اي حته تانية. فكره ان انت بتتكلم على دوله الزوار بتاعتها دخلت في 14 مليون نسمه، فانت دي بلد سياحيه من الدرجه الاولى. النقطه الثانيه ان هي بلد متقدمه جدا جدا بشهاده الناس المقيمين في اوروبا والدول المتقدمه الاوروبيه. ثالث حاجه هي دوله بتتصنف ان هي ضمه اكبر فئه من اثرياء العالم. طيب ليه الناس بتشتري برضو في دبي؟ دولة دلوقتي بدأت الناس تحول حياتها وانها بدأت تعيش فيها، فمتوقع بسبب ان هي مطلوبة وان هي فيها سياحة ان في ناس كمان هتنتقل للعيش فيها، فالعيشة فيها هتخلي ان معدل الايجارات كمان سنتين ثلاثة الناس مش هتعرف تأجر، مش ان هي هتعرف تشتري عقار. فالفترة دي انا شايف ان هي انسب فترة ان اي حد يشتري عقار موجود في الامارات. كمان انت عندك اكتر من 120 جنسية على مستوى العالم حتى استثماراتهم في الامارات. يعني انت عندك الهندي بيشتري، الجزائري بيشتري، من روسيا بيشتري. ليه كل فئات العالم؟ عشان في ضمان. يعني هناك عندهم سيستم في كل حاجه. اول حاجه دايره الاراضي والاملاك. الدوله نفسها مجرد ما اي عميل بيتعاقد على شراء وحده في دبي بيتم تسجيل العقار باسمه بالباسبور في الموقع الرسمي دايره الاراضي والاملاك اللي هي DLD تبع حكومه دبي. النقطه الثانيه ان الدوله بقت رقيبه على المطور نفسه. هناك الدوله نفسها بقت رقيبه على المطور وبتخليك تخش على الموقع الرسمي تعمل سيرش، شوف كل شركه هو الموقف التنفيذي جوه المشروع عامل فيها ايه. وكمان رابطين الدفعات اللي العميل بيدفعها بنظام اسمه الاسكرو اكاونت. يعني انت بتحول على حساب اسمه حساب الضمان، فبتحول المبالغ الخاصه بالاقساط للدوله، والدوله لما تشوف الموقف الانشائي شغال كويس تبدا تدي للمطور. فاصبح ان المطور هو اللي حريص ان هو يسلمك قبل ميعاده عشان يقدر ياخد الفلوس بتاعته ومستحقاته ويسلمك بكواليتي كويس. تاني حاجه الاسكرو اكاونت. مفيش حاجه اسمها ان المطور ياخد الفلوس ويهرب، لان الفلوس بقت بتروح للدوله والدوله نفسها بقت هي المحطه اللي بتدي كل مطور لما بيبني. فمفيش فكره ان المطور لا ياخد فلوس العملاء ويمشي. تالت حاجه تامين مستقبل اولادك. دلوقتي الناس اتغير الفكر بتاعها، بقى التأمين مستقبل عيالها دلوقتي ان هي تجيب له عقار في الامارات عشان من العقار ده هو ومراته وعياله هياخدوا اقامة مستثمر. فانت فتح مجال لولادك ان هو يبقى عندهم منفذ خارجي ان هو ممكن يعمل فيه بيزنس او شغل خاص بيه. رابع حاجة مفيش ضرايب. خامس حاجه ان الدنيا كلها متسيستمه بشكل محترم. يعني ايه؟ يعني في احترام، في تآلف، في سيستم محترم للناس، كل حاجه ماشيه بسيستم، فتحسسك ان انت ممكن تبقى انت مبسوط ان انت تعيش حياتك جوه المكان نفسه. الفتره الجايه دبي هي هتبقى اغلى عقار في العالم. طيب انت كعميل بقى، اول حاجه انت بتشتري عقار بعمله قويه جدا وهي عملة الدرهم، والدرهم هو يعتبر بالدولار، فانت بتشتري عقار بيقوم بالدولار، فالعقار بيزيد بالدولار، فالعقار بيتأجر بالدولار. العقار في الامارات وفي دبي انا بشوفه بيتقارن بإيجار المحلات والمكاتب، مش بالايجار السكني اللي موجود في مصر. ليه؟ لان انت اعلى عائد ايجاري من وحده سكنيه موجوده في مصر لا تزيد عن 4.5%. يعني حضرتك دلوقتي بتشتري شاليه في براند معين قيمته 12 مليون جنيه، الشاليه ده هيجيب لك في السنه من 400 ل 500 الف جنيه. لو انت بتشتري فيلا في التجمع في المستقبل قيمتها مثلا 20 مليون جنيه، الفيلا دي هتلاقيها يوم ما هتتأجر بكام؟ هتتأجر مثلا ب 60 70 الف جنيه في الشهر، فهتجيب لك رقم تحت المليون في السنه. لو جابت لك مليون في السنه فهتجيب لك راس مالك تاني في 20 سنه. لكن انت الحد الادنى لايجار وحده موجوده في دبي بيكون من 8 ل 10% في السنه، غير الزياده السنويه ل 10% بالدولار. فانت الحد الادنى للايجار هو سنوي او شهري او يومي. السنوي ده انت لو انت مش فاهم اي حاجه ومش عايز توجع دماغك، حضرتك من مكانك تقدر وانت عندك العقار تأجره اونلاين، ويبقى انت معاك عقد كامل ما بينك وما بين المستأجر، والمستأجر بيديك الفلوس بتاعتك كاش سنويا او مرتين في السنه او 4 مرات في السنه. دي الانظمه بتاعت الاقساط السنويه. عندك بقى الاقساط الشهريه ممكن الريت يوصل ل 15%. ولو انت اجرت باليوم بنظام اسمه الاير بي ام بي وسياحه
ممكن يوصل معاك ل 20 و25%، اللي هو نظام الفنادق. بس لازم شركه هي اللي توظف لك الموضوع ده عن طريق ان هي تعمل لك بقى الهاوس كيبنج واداره المكان، وبتاخد برسنتج ما بتزيدش عن 10%. مثال، انا النهارده اشتريت عقار، العقار ده قيمته 600,000 درهم. الحد الادنى للايجار بتاع العقار ده هيكون من 50 ل 60,000 درهم في السنه. لو انا اجرته بالشهر هتلاقيه وصل معايا ل 90,000 درهم. لو انا اجرته باليوم هتلاقيه وصل معايا ل 100,000 درهم. ده كده ان جنرال الفكر الخاص بالانفستمنت، ان انت العقار اللي بتشتريه قيمته بتزيد كل سنه، وعلى فكره كل سنه العقار ما بيزيد بنسبه ما بتقلش عن 10%. يبقى انا كده عرفت ان انا باخد قيمه ايجاريه محترمه، وان انا العقار بتاعي بيزيد. هيفيدك بايه حضرتك كعميل وجودنا في مصر؟ لو حضرتك عميل قاعد في مصر، فلما تتعاقد من داخل مصر واحنا اللي نسافر معاك نشرح لك المشروع، لو انت محتاج جولة او ان انت عايز تشتري عقار وعايز حد موجود من هنا يساعدك في الايجار ويساعدك في اعادة البيع ويساعدك في ادارة العقار بشكل عام، لو انت بتشتغل عليه هوليدي هومز فانت شركة مرخصة هتشتغل معاك. فالحاجات دي كلها مهمة جدا ان انت يبقى عندك فرع، مش مجرد ان احنا عملنا معرض فحضرتك بتزور المعرض وتشتري عقار. لا، انت موجود هنا بخدمة كاملة 24 ساعة، موجود على حسب الاحتياج بتاعك، سواء عايز تتعاقد، عايز تشتري، عايز تتابع المراحل العقار بتاعك، عملت استمارة الحجز، منتظر بعد كده الاوراق الخاصة بالتعاقد، منتظر بعد كده هنمشي في اجراءات الاقامة، فاهم قصدي؟ فاحنا معاك. عايز تبيع بعد كده، عايز تأجر، نساعدك كمان لو انت عايز تفتح شركة، فاحنا بنساعدك في حاجات كتيرة قوي. فوجود فرع لينا في مصر ده في صالح العميل. تمام؟ طيب، فكرة ان احنا شغالين على العقارات بتاعت مصر والعقارات بتاعت دبي، يعني ايه؟ يعني حضرتك كعميل لو انت رحت سألت اي حد على ان هو يشتري عقار في دبي وهو شغال في دبي هيقول لك اشتري في دبي. ولو رحت سألت حد على مصر هيقول لك اشتري في مصر. مش هتلاقي حد مصلحته هو مصلحتك انت ويعمل لك مقارنة عادلة ما بين الانفستمنت هنا والانفستمنت هنا، ويوضح لك بقى انا دلوقتي هدفي ان انا اكبر المحفظة بتاعتي الاستثمارية، او ان انا عايز اوصل ان الفلوس اللي معايا قيمتها تزيد عن طريق الاستثمار. فانا بساعدك ان انا بعرف اعمل لك مقارنه ما بين مثلا عقار في الساحل ومقارنه ما بين عقار موجود في الامارات. لو انت مهتم تعرف كل التفاصيل الخاصه بالاستثمار في الامارات تواصل معانا، ارقام تليفوناتنا اسفل الفيديو، وهنختار مع بعض ونشرح لك كل صغيره وكبيره عن ازاي تحط فلوسك وتستثمر جوه الامارات ودبي.